يا صباح الجمال، يا صباح الورد، يا صباح الفل، يا صباح الخير، يا صباح الرزق الحلال. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وتكونوا في احسن حال وتكونوا كويسين. طبعا انا بشكركم يا حبايب قلبي وبشكر كل اللي بيدعي لي، وبشكر كل اللي بيقول لي كلمة حلوة، وبشكر البيت الكبير. ربنا يكرمكم ويوفقكم يا رب العالمين جميعا. طبعا يا حبايبي النهاردة هنعمل ايه؟ النهاردة انا هعمل معاكم خميرة الفايش الصعيدي. طبعا معايا هنا 3 معالق سمسم مطحون. السمسم ده محمص يا بنات. معايا حليب مغلي، ومعايا برطمان هنحط فيه او برطمان زي ما بتسموه، هنحط فيه نعمل فيه الخميرة. ماشي يا حبايبي قلبي؟ يلا خليكم معايا. هنا بنحط السمسم في البطرمان، وهنحط عليه حوالي 1.5 كوب حليب مغلي. حوالي 1.5 كوب حليب مغلي. ده حليب مغلي، شايفين البخار طالع منه. طبعا تحطوا الحليب وتكفوا البرطمان او البطرمان زي انا متعودة عليه، بقول البطرمان تقفلوه جامد 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 وتغطوه. بص يعني ممكن تحطوه في الجدرة اللي انتوا بتعملوا فيها الفول، ممكن تحطوه في حلة، ممكن تحطوه تلفوه في فوطة حلو وتحطوه في فرن البوتاجاز. المهم تحطوه في مكان لازم يختمر فيه، مكان يكون دافي. مهما كان الجو معاكم حر هتحطوه في مكان دافي وما تعرضهاش للضوء. طبعا انا هنا حطيتها كلفتها بملاية وحطيتها في حلة وحطيتها في المطبخ. عملتيها الساعة 12 مثلا، الساعة 12 تاني يوم تفتحها عليها وتشوفيها، هتعرف الخميرة نجحت معاك ازاي. هتلاقيها فصلت، الحليب فصل، يعني هتلاقي الحليب فصل بقى مية وبقى فيه زي الجبنة كده اهو. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. بص، شايفين جبنة المية فاصلة اهي. شايفين؟ ما شاء الله تبارك الرحمن. اه كده تعتبر الخميرة معانا الحمد لله كويسة اهي. عاملة قرص جبنة فيها كده خلاص زي الزبادي. دي كده نجاح الخميرة معاكم. تعجنوا عليها بسم الله ما شاء الله. الخميرة اللي انا عاملاها دي تعملوا عليها 2 كيلو دقيق. لو انتوا هتخبزوا هتعملوا عليها حوالي 2 كيلو دقيق. شايفين عاملة ازاي؟ زي الزبادي بالظبط. دي تحط عليه حبة دقيق. لو انت هتخمروا وهتعجنوا على طول هتحط عليها حبة دقيق كده وتسيبها تختمر وتعجنوا عليها على طول. تعجنوا عليها 2 كيلو، دي تكفي 2 كيلو. ماشي يا حبايبي؟ ولو عايزين اعجن معاكم الفاش انا هعجن معاكم، بس انا حبيت اعرفكم الخميرة بتاعت الفاش الصح من الالف الى الياء وازاي بتنجح معاكم. هنحط عليها كم معلقة دقيق كده ونقلبهم مع بعض اهو، وتركنيها هتلاقيها اختمرت معاكي وزي الفل. تعجني عليها على طول. بس انا حبيت اوريكم كيف تعملوا الخميرة بتاعت الفاش. ماشي يا حبايبي؟ عشان انا من الصعيد، انا من الصعيد وعارفة الخميرة بتتعمل ازاي. تخلوها سايلة كده زي الكيك. هتخلوها سايلة زي عجينة الكيك بالظبط. طبعا مية دي من الحنفية، مش مية يعني كده، لا مية دافية كده من الحنفية، مش مية سخنة ولا هي مية باردة، مية دافية عشان الخميرة ما تهبطش منكم.
لان دي مش بيتحط لها لا خميره بيره ولا بيتحط لها بيكنج باودر، هي بتتعجن عليها كده زي ما هي، بتعجن عليها الفايش كده زي ما هي. اهو بوريكم هنا كده، شوفوا اهي زي الكيك بس، وتغطوها تركنوا هتلاقوها اختمرت معاكم زي الفل، تعجنوا عليها بقى. انا عملت عليها فاش، انا عجنت بس ما وريتلكوش ما جبتش طريقة العجن وكده، بس هفطر منه وهوريه لكم، عجبكم اعمل لكم زيه. ماشي يا حبايبي، ماشي يا تيتا. كده تغطوها وهتلاقوها اختمرت كده معاكم، تعجنوا عليها على طول على طول.